السلام عليكم أعزائي المتابعين. تم إلقاء القبض واعتقال أشرف حكيمي من داخل منزله، وتطورات خطيرة في قضية اغتصاب الفتاة الفرنسية التي تبلغ من العمر 24 سنة وتعمل في متجر ملابس. يتيمة الأبوين تسكن مع عمتها، حيث قالت محامية أشرف حكيمي إليت جاني أن هبة عبوك زوجة حكيمي هي من وراء تلك القضية الملفقة. وأضافت المحامية قائلة أنها تملك أدلة دامغة لهبة عبوك والفتاة الفرنسية، وهما يخططان معا لإيقاع أشرف حكيمي، حيث قال أشرف حكيمي في تصريحاته للنيابة العامة أنهم خدعوني ونصبوا لي فخا لتحطيم سمعتي ومسيرتي الكروية. هبة عبوك بعد خروج قضية الاغتصاب الملفقة لحكيمي ذهبت إلى الإمارات في رحلة رفقة أولادها، وبدأت في تسريع إجراءات الطلاق لأنها العقل المدبر لهذه القضية، وعملت على ابتزاز وتهديد أشرف حكيمي لكي يكتب لها نصف ثروته، ولكنه رفض. قامت هبة عبوك بتلفيق هذه التهمة له ورفع دعوة الطلاق لكي تستغل ثروته. إخواني أخواتي، المرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعمي بلايك وبارتاج الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.